the set of zeros. find z of f أو ال zero of ال function أو ال set of zeros for each of the following. يعني إيه set of zeros؟ من اسمها يبقى باخد الست وأساويها بالزيرو، أو باخد الفانكشن يعني وأقول إن هي equal زيرو. نمبر 1 بيقول لي ال f of x يعني الفانكشن of ال x equal 3x minus 9. يبقى كل اللي هعمله إن هاخد الفانكشن دي وأقول إن هي equal زيرو. اوكي، put ال f of x equal 0. يبقى ال 3x minus 9 بكام؟ بزيرو. عشان اجيب الزيرو فانكشن او ال set of zeros of الفانكشن باخد الفانكشن نفسها واقول ان هي equal 0. لما 3x minus 9 equal 0 اكيد هودي النيجاتيف 9 الناحيه الثانيه تبقى ال 3x equal positive 9. لو عملت divide 3 تبقى الاكس بكام؟ ب 9 divide 3 يعني ب 3. تبقى الفاليو اللي هي الاكس equal 3 هي الايه؟ الزيرو فانكشن، طبعا between two brackets لان هي set. معناها ايه؟ معناها ان لما الاكس تبقى ب 3 لو عملت سبستيتيوت كده بالايكويشن اللي فوق او الفانكشن اللي فوق 3 باي 3 ب 9 9 minus 9 equal 0. لما الاكس ب 3 الفانكشن هتبقى بزيرو. اوكي، يعني هو كانه بيسالني بيقول لي انهي فاليو للاكس اللي تخلي لي الفانكشن دي بزيرو. اوكي، نمبر 2 again f of x equal x square minus 16. ايه هي؟ الزيرو فانكشن. يبقى باخد الفانكشن واقول ان هي equal 0. يبقى الاكس سكوير minus 16 equal 0. نعمل ايه؟ نودي النيجاتيف 16 الناحيه الثانيه تبقى بوزيتيف 16، يعني كأن الاكس سكوير equal 16. طبعا بجيب الروت لل 16، قبل الروت بقول بوزيتيف اور نيجاتيف. روت ال 16 يعني بوزيتيف اور نيجاتيف 4. يبقى كده عندي two numbers، الاكس ببوزيتيف 4 والاكس بنيجاتيف 4. يبقى كده عندي two values. يبقى السوليوشن عندي هو ايه؟ 4 ونيجاتيف 4. الزد اوف اف اللي هو السوليوشن الزيرو فانكشن ايكوال نيجاتيف 4 و4. لو انا كده عملت سبستيتيوت بالفاليوز دي، نيجاتيف 4 باور 2 ب 16 ماينس 16 بزيرو، 4 باور 2 ب 16 ماينس 16 بزيرو. يبقى لما الاكس بنيجاتيف 4 او الاكس ب 4 الاثنين خلوا لي الفانكشن كلها بكام؟ بزيرو. اوكي، يبقى يهموا التو فاليوز للاكس اللي فيها الفانكشن تبقى ايكوال زيرو، هم دول الايه؟ السيت اوف زيروز. نمبر 3 الاف اوف اكس ايكوال اكس 3 اكس 2 بلس 16. نفس الايكويشن اللي فاتت او نفس الفانكشن اللي فاتت، بس هنا ببوزيتيف 16 بدل ما كانت بنيجاتيف 16. طب هنعمل ايه؟ برضه هنقول ان هي ايكوال زيرو. يبقى الاكس سكوير بلس 16 ايكوال 0. نودي 16 الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، فبقت الاكس سكوير بنيجاتيف 16. طبعا لما هاجي اجيب روت، هو في روت لنمبر نيجاتيف؟ طبعا لا، الروت لازم يكون لنمبر بوزيتيف. يعني الكلام ده doesn't belong to r، الكلام ده ما ينفعش. معنى ان هو ما ينفعش، كلمه ما ينفعش دي معناها ايه؟ فاي. يبقى هنا مفيش سوليوشن، مفيش اي نمبر يخلي لي الفانكشن دي بزيرو. يبقى الزيرو اوف الفانكشن ايكوال فاي. اوكي، برضو هنا بيقول لي الاف اوف اكس ايكوال 4 ايكوال نمبر. ايه النمبر اللي يخليه الفانكشن بزيرو؟ ولا حاجه، الفانكشن على طول ايكوال 4، استحاله هتبقى ايكوال 0 صح؟ يبقى الزيرو فانكشن ايكوال فاي، الفانكشن على طول بنمبر اللي هو 4، لا يمكن هتبقى بزيرو. هنا بقى بيقول لي الفانكشن بزيرو، يعني ايه؟ اي فاليو للاكس هتخليه الفانكشن بزيرو. هو اللي قايل at any value للاكس الفانكشن بزيرو، f of x equal 0. اوكي، يبقى الزيرو فانكشن هي الار كلها. اي فاليو للاكس تخليه لي الفانكشن بزيرو، الاف اوف اكس ايكوال 0 هو اللي قايل كده. يبقى طبعا at ايه؟ at r. يبقى الزيرو فانكشن فين؟ في الار. الار كلها، النمبرز كلها يعني. هنا الاف اوف اكس برضو ناخد الاف اوف اكس دي ونقول ان هي ايكوال 0، عايزين الزيرو فانكشن. يبقى الاكس سكوير بلس الاكس بلس الواي ايكوال 0. نبتدي نحل. لما نيجي نعمل فاكتورايزيشن مثلا ال1 ما لهاش غير 1 باي 1، هو 1 باي 1 السم فيهم ب1 ما ينفعش. يبقى ما ينفعش غير اللي احنا خدناه السنه دي بقى، اللي هو الاكس ايكوال نيجاتيف بي بلس اور ماينس روت البي ماينس 4 اي سي اوفر 2 اي. ملهاش حل غير بالرول دي. طبعا الاي ب1 والبي ب1 والسي ب1. substitution يعني بالكلام ده، يبقى النيجاتيف بي يعني نيجاتيف 1 بلس اور ماينس روت 1 ماينس 4 باي 1 باي 1 تديني روت نيجاتيف 3 برضو. روت ايه؟ نيجاتيف، يعني ملهاش حل، يعني doesn't belong r، ما تنفعش في الار. اوكي، يبقى الاكس doesn't belong r، يبقى الزيرو فانكشن equal فاي، ملهاش حل في الايه؟ في الار. اوكي، يبقى الزيرو فانكشن equal فاي. ليه؟ لان مفيش روت لنيجاتيف نمبر.